السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ برحب بيكم في فيديو جديد، محاضرة جديدة مع صوت صيدلة مصر مع دكتور فاضل. وعلى الفيسبوك أنا دكتور صيدلي وعندي حقوق. النهاردة معادنا مع محاضرة تأهيل لاختبار الأوبرا إكزام، وهو اختبار معادلة الصيدلة لدولة أستراليا. كنا خدنا حوالي 11 محاضرة، أو 10 محاضرات أوبرا I think. والنهاردة ميعادنا مع المحاضرة 11. طبعا احنا هنتكلم النهاردة زي ما انتم شايفين كده على الشاشة بتاع زوم عن الكارديوفاسكولار سيستم، أو الجهاز القلبي الوعي. الهارت زي ما احنا شايفين عبارة عن، طبعا زي ما كلنا عارفين، هو البامب اللي بتضخ الدم لكل الجسم. الدم بيدخل القلب في هنا في الرايت اتريوم، في الرايت سوري، هنا الرايت اتريوم. طبعا بيبقى جاي دي اوكسجينيتد من السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا. دول انفيريور السوبيريور فينا كافا بيجيبوا الدي اوكسجينيتد بلود، اللي هو طبعا يفتقر الى الاكسجين، و آه، بيدخل على الهارت. بيدخل على الهارت. استأذنكم بس هاخد علامة الكتابة علشان أعرف أهايلايت حاجات. أيوه، هي دروب. فبياخد الدي أكسجينيتد بلود من الانفيريور فينا كافا اللي جاي من الجزء السفلي من الجسم ده، والسوبيريور فينا كافا اللي جاي من الجزء العلوي، الرقبة بقى والشولدرز والدراعات والكلام ده. والجزء السفلي طبعا جاي من الايه، من الجات بقى والليجز، الترانك. وبيتجمع التو فينا كافا في الرايت اتريوم هنا، اللي هو الشامبر اللي فوق يمين في الهارت. وبعدين يحصل pumping action زي ما انتوا عارفين، systolic تنزل أو diastolic تنزل البلاد لهنا للرايت ventricle. الرايت ventricle هنا يبقى حامل لهذا البلاد الدي oxygenated، وطبعا بيعدي من التراي كاسبيد فالف اللي هو ده. هيحصل الاتريال كونتراكشن اللي احنا قلنا عليه من فوق، ده يحصل له كونتراكشن ويبامب البلاد to the right ventricle. طبعا البلاد ده لسه دي اوكسجينيتد. طبعا عايزين نعمل له اوكسجينيشن، عايزين البلاد ده ياخد اكسجين عشان يوصله لكل السيلز. فيروح طالع في البلمونري ارتري اهو، يطلع للبلمونري ارتري. طبعا ده من اسمه بالمونري يعني رايح على مين؟ على اللنج. يروح على اللنج يحصل له الاكسجينيشن، يبقى البلمونري ارتري carries deoxygenated blood. هو الارتري الوحيد اللي بيشيل deoxygenated blood. يروح لللانجز عشان يحصل له oxygenation gas exchange. وبعدين يخش البلاد بقى بعد ما حصل له الاكسجينيشن، يخش من البلمونري فين هنا، pulmonary vein على الليفت اتريوم او الليفت اتريا بقى الاثنين. الاثنين ايه، ليفت اتريوم معلش يا جماعه لسه صاحي من النوم وصايم. فالاثنين pulmonary veins دول الفينز الوحيده برضو اللي بتشيل oxygenated blood. طبعا ده جاي من اللانجز.
فتخش على left ايه atrium. تخش على left atrium oxygenated blood، وبعدين ينزل through الميترال valve، وهو ده الصمام الأشهر اللي بيحصل فيه آه، كسور. دايما انتوا عارفين كسور الشريان التاجي. الشريان التاجي طبعا هو سوري يا جماعة، الصمام المترالي، معلش. الصمام المترالي هو الأشهر اللي بيحصل فيه دايما كسور، هو التاجي طبعا. فالميترال فالف بيبقى جايب البلد أهو من أو بيسمح للبلد إنه يعدي من الليفت اتريوم. طبعا ده جاي من اللانج oxygenated blood، فينزل للليفت فنتريكل. وده لو تاخد بالك هنا من الحجم، الحجم العضلي بتاع شايف الحجم العضلي بتاع الليفت فنتريكل يبقى كبير، لأن ده مسؤول عن ضخ الدم لكل الجسم. ثرو مين؟ ثرو الأورطة. طبعا oxygenated blood بقى يروح إيه؟ داخل في الأورطة ويتوزع على كل الجسم زي ما احنا شايفين كده أهو. أورطة يوزع لكل أجزاء الجسم، يروح لكل الجسم oxygenated blood. ودي ببساطة شغلة الهارت أو الكارديوفاسكولار أو الكاردياك ماسل يعني. طبعا كارديو اللي هو الهارت، وفاسكولار يعني زي ما انتم عارفين هو البلاد فيسلز. يبقى معنى كده لما يجي لك في التشوز يقول لك البلمونري ارتري فيه ايه، تقول طبعا دي oxygenated blood زي ما قلنا، وده exception. هي لسه قايلين all arteries carry oxygenated blood ما عدا البلمونري artery، كل الفينز carry non-oxygenated blood ما عدا البلمونري vein. تمام. تمام ان شاء الله. طيب الفيجاس نيرف، الفيجاس نيرف ده يا جماعة هو الباراسمباثيك نيرف اللي بيكون آه، اللي بيبقى نازل للجاتس يعني، والجي اي تي وكل العفشة اللي تحت دي. ده اسمه الفيجاس نيرف، ده اللي بيبطئ سرعة القلب. يعني ده بيقلل الهارت ريت عن طريق الباراسمباثيك انرفيشن للهارت. طبعا بيشتغل بالاسيتايل كولين زي ما احنا عارفين. الاسيتايل كولين هو النيورو ترانسميتر بتاع الباراسمباثيك نيرفس سيستم. والتشوز بيجي لك فيه يقول لك الرايت فنتريكال بامبس بلاد من فين لفين. طبعا الرايت فنتريكل ده اللي احنا قلنا اللي هو العضلات بتاعته مش قوية قوي لأنه بيودي بس لللنج. لكن الايه الليفت فنتريكل هو ده اللي بيودي للجسم كله، وده الأقوى فيهم. فالرايت فنتريكل pumps blood from heart to lung، والليفت ventricle pumps blood from heart to ايه to aorta. طيب عارفين لما بتيجي تقيس البلس لحد كده تروح ماسك المعصم، ده اسمه الراديال ارتري، ده بيقيسوا منه البلس. لكن البريكيال ارتري اللي هو موجود في الكوع ده بيقيسوا منه الايه البلاد بريشر اللي هي من المنطقة اللي فوق القلب ديت. معظم الوقت لما بيحصل هايبرتروفي في الهارت بتكون في الليفت فنتريكل زي ما قلنا، هو الأقوى والأكبر عضليا. ف الأقدر إنه يحصل فيه هايبرتروفي عشان المجهود اللي بيكون مطلوب منه. في البلاد فيزلز، الارتريولز دي تصغير ارتري، يعني الفروع بتاعت الارتري بتكون البلاد الريزيستنس فيها والفيلوسيتي بتاع البلاد فيها اكتر من الفينز طبعا، لان دي طالعه من الهارت لسه طالعه من البامب، بعكس الفينز اللي بتبقى راجعه من الجسم كله.
فطبعا بتكون ما فيهاش قوة الدفع اللي موجودة للارتريز زي ما احنا عارفين. فلو جالك في الام سي كيو arterioles are resistance vessels، لان هم دول اللي طالعين من الارتريز. capillaries are exchange vessels، طبعا احنا عارفين الارتريز تؤدي الى arterioles، والارتريولز بتؤدي الى capillaries، والكابيلاريز ديت بتروح لكل سيل بيحصل عندها الجاز اكسشينج. و veins or capacitance vessels، دي كلها بتيجي في الام سي كيو. عندنا حاجة مهمة، الهارت فيه تايب من الريسبتورز الادرينرجيك اسمه بيتا 1، عشان عندنا هارت واحد ففيها بيتا 1، وعندنا تو لونجز ففيها بيتا 2. إذا الهارت موجود فيه بيتا 1 ريسبتورز، لما بيحصل لها stimulation بتعمل طبعا tachycardia، وده شغل ال sympathetic nervous system when activated. البلاد فيسلز فيها طبعا بالنسبة للهارت قلنا في بيتا 1، لكن البلاد فيسلز فيها بيتا 2، فيها بيتا 2 وفيها ألفا 1. يبقى البلاد فيسلز لو عايز أوسع الأوعية الدموية آه، أعمل إيه؟ آخد ألفا 1 أو بيتا 2 بلوكرز. طبعا دول يقللوا contraction في البلاد فيسلز، ف يقل الضغط. يعني دي فكرة البيتا بلوكرز أو الألفا 1 بلوكرز، أو البيتا والألفا بلوكرز عموما يعني. يبقى الألفا 1 ريسبتورز تعمل vasoconstriction، والبيتا 2 تعمل vasodilation زي ما قلنا. لما يحصل لها طبعا إيه، لما يجي لها adrenaline أو يحصل لها activation. في عندنا حاجة اسمها ساينو اتريال نود، ودي عبارة عن بيس ميكر أو منظم ضربات قلب ربنا خلقه في آه، الهارت علشان يعمل ريزم. طبعا بيعمل كارنت إلكتريك كارنت ضعيف، و بيعدي في القلب في الطرق الخضراء دي اللي انتوا شايفينها، سواء هيس باندل أو بيركنج فايبر، علشان stimulate ال ventricles فتعمل contraction. في حاجة مهمة بتحصل لما ضغط الدم بيزيد. تحت الرقبة كده في حاجة اسمها البارو ريسبتور. بارو طبعا يعني ضغط، وريسبتور يعني مستقبلات. في المستقبلات دي بتحس لو الضغط عالي في منطقة اسمها الكاروتيد ساينس والأورتيك أرش اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الحتة دي أورتيك أرش اللي هو المكان ده اللي طالع من الأورطة. فبيبدأ يحس بزيادة أو نقص في ضغط الدم. طبعا لو في زيادة بيعدلها. ولو في نقص يعني لو في زيادة بينقص ضغط الدم عن طريق الكاروتيد الباراريسبتورز اللي موجودة ديت، عن طريق إحساس الجسم بالكاروتيد ساينس والأورتيك أورش أو أورتيك أورك. الميجور ديترمينانت. أهلا يا دكتور خالد، السلام عليكم. طبعا الميجور ديترمينانت بتاع السيستوليك بلاد بريشر هو الكاردياك اوتبوت، والدايستوليك هو البريفرال ريزيستنس. أهلا دكتور خالد. ازيك يا دكتور فاضل عامل ايه؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ وحشنا والله. وانت والله العظيم يا دكتور اخبارك ايه؟ الله يحفظك يا دكتور، الحمد لله والله الحمد لله. اللهم أه. عليك. الله يحفظك. احنا كنا بنتكلم عن الهارت يا دكتور.
آه، ماشي. اتكلمنا بسرعة كده عن cardiovascular system. الجزء التشريحي طبعا اللي كلنا عارفينه، اللي هو ال... هو السي ان اس يا دكتور كنا خلصناه؟ احنا نقلنا على الكارديوفاسكولار يا دكتور، وهنرجع للسي ان اس بعدين لانه كتير قوي، عايزين نجري شوية. تمام. خلينا نخلص، احنا حتى ما خدناش منه غير صفحتين، فخلينا نخلص الكارديوفاسكولار كده عشان نخلص جزء كبير، تمام. وان شاء الله نرجع تاني للسي ان اس بعد ما ماشي. نخلص. لان اخر حاجه احنا كنا وصلنا لها اللي هو الاي ان اس، بس السي ان اس ما دخلناش عليه. صحيح صحيح. انا كده صح كده؟ طيب يبقى صح فهمت يعني. كده. ماشي. يعني عشان بس انا لو يكون في محاضره انا سقطتها في النص وما خدتش بالي لا 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 منها لا يعني، بس. خالص، لا لا خالص يا دكتور خالص. تمام. ربنا يحفظك. احنا النهارده كنا هناخد بي تي اي، بس يعني نزول على رغبة معاليك، احنا ايه قلبناها اوبرا. ربنا يخليك يا دكتور، انا طول ما انت شغال اوبرا انا معاك. اه يا حبيبي يا دكتور بس خالد. لو حد هيخش معاك بي تي اي، بس ساعتها خلاص ايوه كنسل لي ايوه. وخش بي تي اي لا معايا. لا العفو، ازاي يا دكتور؟ لا ازاي. ربنا يخليك. الله يعفو. عندك شيفت صيدليه ولا ايه يا دكتور؟ انا في الشيفت اهو دلوقتي اهو، بس الدنيا هاديه ربنا بقى، يعينك. الدنيا صيام دلوقتي طبعا، طب والدنيا حلو. هاديه كويس. بس بس تمام عادي. أيوة. ربنا يعينك يا دكتور. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا دكتور. الله يحفظك. فكنا بنقول ان الكارديو فاسكولار بقى من ناحيه التشريح، قلنا ان في superior vena cava و inferior vena cava، وان دي بتاخد الدي اوكسجينيتد بلاد تنزله للرايت فنتريكل، وبعدين رايت فنتريكل يوديه للبلمونري ارتري يحصل له اوكسجينيشن، يرجع من اللنج على البلمونري فين. وقلنا لذلك البلمونري فين هو الفين الوحيد اللي بيشيل اوكسجينيتد بلاد على الليفت اتريوم على الليفت فنتريكل ثم الى الاورطه. طبعا مش هنحكي الكلام ده بالتفصيل، حضرتك هتسمعه في التسجيل. وقلنا الحاجات اللي بتيجي هنا ام سي كيوز يعني. و وقلنا ان البلاد فيسلز فيها طبعا الهارت فيه بيتا 1، زي ما بنقول دايما عندنا هارت واحد وعند تو لانجز، فالهارت فيه بيتا 1 واللانجز فيها بيتا 2. وقلنا الاستيميوليشن بتاع البيتا 1 يعمل تاكيكارديا، وان البلاد فيسلز طبعا تاكيكارديا بسبب اثرها على الهارت، وان البلاد فيسلز فيها الفا 1 ريسبتور للفازو كونستريكشن، وبيتا 2 للفازو دايلاتيشن. وقلنا الثاني اتريال نود دي مكان البيس ميكر او اللي بيعمل ريزم للقلب، وبيعمل سمول الكتريك كارنت اللي بيمشي في الهيس باندل وبيركنج فايبر، وستيميليت الفنتريكلز علشان تكونتراكت. وقلنا البلاد بريشر از ريجوليتد بحاجه اسمها بارو ريسبتور، اللي هي مستقبلات الضغط في كاراتيد ساينس والاورتيك ارش اللي هي طالعه من الاورطه دي الحته دي. فقلنا دول بيبقى major determinant للسيستوليك blood pressure هو الكاردياك output، والدايستوليك blood pressure هو التوتال peripheral resistance. طبعا الكاردياك output هو ايه؟ حد عارف يا دكتور خالد؟ فاكر الموضوع ده؟ كاردياك output. الكاردياك اوتبوت اللي هي دي كميه البلد اللي بيضخها القلب في النبضه الواحده. ايوه برافو عليك، اللي هي هارت ريت تايمز ايه؟ بالظبط كده، في الهارت ريت، في اللي هو انا اللي كتبتها هي ايه؟ غشها هي يا دكتور. ايوه، في الستروك فوليوم. ستروك فوليوم، برافو عليك. ماشي، فده كان الميجر ديترمنت بتاع السيستوليك، والدايستوليك اللي هو البريفر ريزيستنس. طبعا الدايستوليك هو اللي راجع زي ما احنا عارفين، والسيستوليك هو اللي رايح. طيب بعد كده عندنا شويه حاجات بتيجي في الام سي كيو، اللي هي الهارت فالفز او الصمامات. الاتريو فنتريكولار اللي هي بين الاتريا والفنتريكل طبعا، اللي هما تراي كاسبيد والباي كاسبيد. باي كاسبيد اللي هو احنا قلنا ناحيه الشمال اللي بيودي على الليفت اتريوم، والتراي كاسبيد الناحيه التانية على اليمين. دول بيفتحوا لما الاتريا تكون كونتراكتد. كونتراكتد يعني متفضية. فطبعا الاتريا بتفضي فين؟ في الفنتريكلز. فطبعا دول لازم يفتحوا عشان البلاد ينزل. وبعدين بعد ما يحصل امتلاء للفنتريكلز يقفلوا علشان آه ما يحصلش تسريب بقى لما يجي يشتغل الفنتريكلز. فدي الاتروفنتريكولار فولفز.
عندنا السيمي لونر فولفز، دول اللي هم في الاورتيك والبلمونري. اورتيك ارتري طبعا والبلمونري ارتري. دول بيفتحوا لما الفنتركلز بتكونتراكت عشان ياخدوا الدم بقى اللي رايح قلنا للجسم كله عن طريق الاورطة، او رايح للبلمونري ارتري. طبعا في الفنتريكولار فيلنج دول بيقفلوا. والعملية دي بتخلق لنا ايه، نوعين من الايه، من آه من النبضات. نبضة اسمها سيستول ونبضة اسمها دايستول. السيستول اللي هي بتبقى فوق في قياس الضغط اللي هي 120، والدايستول تحت اللي هي 80. الدايستول دي بتاعت الاتريا، والسيستول بتاعت الفنتريكل، عشان كده هي اقوى. بيقول لك ان في الاكسرسايز لما الواحد بيجي يمارس الرياضة، طبعا في المودريت اكسرسايز بيعلى الضغط شوية. احنا بنقول دايما ضغط الدم بيعلى، عشان كده بنقيس الضغط لو حد كان بيجري او بيبذل مجهود كبير. لكن هو بيعلي في الحقيقة، بيعلي السيستوليك مش الدايستوليك. الدايستوليك ما بيتأثرش قوي بالرياضة، ودي بتيجي برضو في الام سي كيو. الريجولار اكسرسايز في الناس اللي عندها هايبرتنشن ممكن يقلل البلاد بريشر ويقلل الريسك بتاع cardiovascular event. هنخش بعد كده على الدايوريتكس. طبعا هي مدرات البول، ودي من اشهر الحاجات اللي بتيجي في الامتحان. دايوريتكس في منها سايزايد دايوريتكس، اللي هي بتلاقيها دايما على دواء الضغط بلس، كونكور بلس، مش عارف ايه بلس. فده بيبقى البلس ده بيبقى مزودين عليه دايوريتك. طبعا هي الفيرست لاين تريتمنت للهايبرتنشن. دايما بنستخدمها في الاول. آه، طبعا الحالات المايلد القديمه دي بتبقى واحد عنده مثلا كاردياك ديزيز او ليفر ديزيز او لانج ديزيز، فبقى عنده شويه اديمه كده وتحويش ميه تحت الجلد. ودي خطأ شائع في بعض الناس، تقول لك الدواء ده بينزل الميه. مفيش حاجه اسمها يا جماعه إن الجسم يحوش ميه طالما جسم طبيعي يعني. لكن تحويش الميه ده بيتم بس في حالات الاديمه، سواء كانت سببها رينال بقى، سببها ليفر، سببها هارت. فحالات الاديمه بس هو اللي بيحوش ميه. ولذلك من الاخطاء الشائعه في بعض الفيديوز ناس تطلع تقول لك الدواء ده بينزل الميه الزياده. مفيش ميه زياده. يعني لو في ميه زياده تبقى اسمها اديمه، ودي مرض مش انسان طبيعي يعني. الدايوريتكس زي الدايوريتكس اللي هم الهيدروكلوروسايزايد، بيسموه ساعات اتش سي تي، وده اشهرهم. الميتولازون والكلورساليدون. دول بيشتغلوا على الديستال تيبيول اللي احنا شرحناها في تشريح الكدني. ديستال تيبيول اللي هي بعد النزلة بتاعت اللوبوفانل، التيبيول البعيدة. طبعا ده الفيرست لاين. بنستخدمه في حالات المايلد هايبرتنشن أو المايلد إديمة، وممكن الهايبر كالسيوريا. الكلوروساليدون ده يعتبر سكند جنريشن بعد ال اتش سي تي، فليه لونجر هاف لايف. طبعا اتحط له حاجة آه، بتقلل خروجه من الجسم، تزود التي هاف، فبقى موجود اكتر يعني، عشان طبعا الدوزنج سكادول. والميتولازون اذا فشل هذا الاثنين الاولانيين بنستخدم الميتولازون فيما يسمى الديوريتك ريزيستنس. السيازايد ممكن يعمل الناس اللي عندها سلفا الرجي مشاكل. طبعا نستخدمه بكوشن حالات الجاوت، عشان اوريدي بيبقوا ديهايدريتد يعني، او الديهايدريشن بتبقى غلط عليهم جدا. وفي حالات الدايابيتس علشان اللي هي جلوكوز بلاد ليفل. السيازايد دايوريتكس، خلي بالك الحتة دي مهمة جدا. السيازايد دايوريتكس
ممكن تعمل ممكن تعمل هايبوناتريميا، وهايبومagnesemia وهايبوكاليميا، لأنها بتنزل التلاتة دول في اليورين. كل واحدة فيهم بتيجي في الام سي كيوز. وممكن تعمل هايبر كالسيميا أو يوري أسيديميا، اللي هو اليوريك أسيد يعني. يبقى ممكن تزود الكالسيوم وتزود اليوريك أسيد، وممكن تقلل الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. السيازايد ممكن تعمل مشاكل مع الليبيد بروفايل عند بعض البيشنتس. تزود ال LDL اللي بيسموه الباد كوليسترول وترايجليسرايدز. وممكن تعمل هايبر جلايسيميا عند مرضى السكر. والسيازايد دايوريتكس ما ينفعش نديها لحد عنده ميتابوليك الكالوزز، لأنها بتكزجريت الكيس، يعني تزود الميتابوليك الكالوزز. وما بتشتغلش لو كرياتين كليرنس كان أقل من 30 ملي في الدقيقة، ودي بتبقى من حالات الكدني فيلير يعني. طبعا بيقول لك الهيدروكلوروسايزايد هو نفسه الكلوروساليدون، لكن فرق طبعا هي الكلورين دي اللي زودت زي ما قلنا البقاء الدواء، أو زودت التيها في الجسم. السايزايد ممكن يعمل راش، وممكن زي ما قلنا يعمل هايبرجلايسيميا، لكن عمره ما يعمل ايه، هايبوجلايسيميا. من الهايبوجلايسيميا حتى بعض أدوية الدايابيتس ما بتعملش هايبوجلايسيميا، فدي صعب إن يحصل لها يعني اندكشن. ودي من رحمة ربنا، لأن هي بتكون ديدلي يعني. السايزايد زي ما قلنا بيتاخد مع البروبرانولول كبيتا بلوكر، جنرال بيتا بلوكر، ومع الميثايل دوبا علشان يقلل الريسك اوف إديمة. زي ما قلنا بينزل آه، اليورين، فبيقلل البريفر ريزيستنس. سايزايدز تعمل الكالينايزيشن لليورين، وبالتالي تعمل ايه، تعمل ري ابسوربشن للحاجات الويك بيز. زي ما خدنا زمان في الفارماكوكاينetics ان الادويه الاسيدك بتنزل، او acidification اوف يورين بينزل الادويه الاسيدك، والكالينايزيشن اوف يورين بيعمل ايه، ينزل الادويه الالكالاين. وبالتالي الكالينايزيشن اوف يورين هيعمل ايه، هيخلي الادويه الويك بيز يحصل لهم ري ابسوربشن، زي الأمفيتامين والتي سي ايز اللي هي تراي سايكليك أنتي ديبريسنتس. إن طبعا زي ما احنا عارفين الدواء بيمتص في الصورة النون ايونايزد فورم، الالكلاين بيبقى نون ايونايزد في الالكلاين ميديم، وبالتالي الكاينيزيشن اوف يورين يخلي الالكلاين دراج يحصل له ري ابسوربشن او يقعد في الجسم اكتر. السايزايدز بتعمل ديجوكسين توكسيستي. زي ما قلنا قبل كده الديجوكسين بيتأثر بنقص البوتاسيوم، ولأنه شغال على الصوديوم بوتاسيوم اتيبيس بامب. وبالتالي الهايبوكاليميا اللي ممكن تحصل ممكن تؤدي إلى ديجوكسين توكسيستي. ولذلك السيازايد عمرنا ما ناخد السيازايد مع الديجوكسين أبدا. وزي ما قلنا بيعمل طبعا هايبرجلاسيميا، فيعاكس الأورال هايبوغلايسيميك ايجنتس، أو أورال أنتي هايبرجلايسيميك ايجنتس، ويزود الهايبوتنسيف أكشن بتاع الجوانيسيدين. فنوت تيكن concomitantly، يعني لو قال لك ايه الدواء اللي يتعارض مع الجوانيسيدين فتقول له تختار على طول الايه، الثايزايد.
الدوز بتاعته زي ما قلنا في المايلد كيسز 25 ل 100 مللي جرام بير أوس اللي هي عن طريق الفم. بتبدأ بلور دوز اللي هي 12 ونص. وفي حالات الهايبرتنشن من 25 ل 50 مللي جرام بير أوس. ويفضل في الصباح عشان ما يقومش العيان من النوم كل شوية يروح الحمام. أما الكلوروساليدون فمن 25 ل 50 وماكسيمم من 100 ل 200. الدوزز دي بتيجي في الأسئلة. في حالات الهايبرتنشن من 25 ل 50. لكن في الهارت فيلير 25 ل 50. الهايبرتنشن نفس الدوز من 25 ل 50 مللي جرام. وفي حالات الأسايتس 50 مللي جرام بير داي. الإندوبامايد ده اسمه سيازايد لايك دايوريتيك، شبه السيازايد، اسمه إندوبامايد. ده طبعا بيستخدم في الهايبرتنشن زي ما قلنا كفيرست لاين. والدوز بتاعته 2.5 مللي جرام بير داي. اي ار تابلت او 1.5 سي ار في الايه في الصباح. كنترول ريليز يعني. تاني نوع من الدايوريتكس بعد الهيدروكلوروسايزايدز، تاني نوع اسمه اللوب دايوريتكس. وكلمة لوب دايوريتكس على طول يجي في بالك الهايبوكاليميا. الهايبوكاليميا اللي هم أشهرهم طبعا الفيوروسيمايد اللي هو اللازكس. ساعات بيجي بيه الاسم التجاري ده لازكس. و اساكرينيك أسيد. ودول أشهر اتنين. والبيومي تانايد والتورسيمايد دول مش مشهورين قوي لكن هم لوب دايوريتكس. طبعا اللوب دايوريتكس بيشتغلوا على الاسندنج لوب اوف هانل. ascending ليمب لوب اوف هانل اللي هي في النفرون. لما كنا بناخد النفرون كان في حته تحت كده في في الباس واي بتاع الفلتريشن يعني. فدي اسمها لوب اوف هانل. كنا قلنا ده descending وده ascending لوب اوف هانل. اشتغلوا على كو ترانسبورتر اللي هو صوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد كو ترانسبورتر. استخدامه الأساسي في الفلويد اوفرلود في حالات الهارت فيلير والأسايتس أو الاستسقاء. طبعا preferred في الفلويد اوفرلود في الهارت فيلير. إن طبعا الفلويد اوفرلود بيبقى حمل على الهارت يعني. الأنست اوف أكشن نص ساعة لساعة، وبيقعد في الجسم من 6 ل 8 ساعات. غالبية اللوب دايوريتكس يعني. مشاكله إيه؟ زي ما قلنا نقص البوتاسيوم أهم حاجة، ولذلك ده كونترا إنديكيتد مع الديجوكسين. ونقص المغنيسيوم ونقص الصوديوم والكالسيوم. لكن يزود اللوب دايوريتك يزود حاجة واحدة اللي هي اليوريك أسيد. من أشهر عيوب اللوب دايوريتكس إنها ممكن تعمل أوتوتوكسيستي عند بعض الناس، وهايبرليبيديميا وهايبرجلاسيميا. الناس اللي عندها سلفا ألرجي ممكن يستخدموا الإيساكرينيك أسيد بدون مشاكل. نخش بقى بعد كده على البوتاسيوم سبيرنج اللي هم عكس اللوب في ناحية البوتاسيوم. عكس اللوب في ناحية البوتاسيوم. اللوب كان بيعمل إيه؟ زي ما قلنا فوق بينقص البوتاسيوم. لكن البوتاسيوم سبيرنج
بيزود البوتاسيوم، عشان كده اسمه بوتاسيوم سبيرنج. سبيرنج يعني يحافظ على البوتاسيوم. أشهرهم السبيرونولاكتون طبعا، ثم الأميلورايد، ثم الإبرينول. آه، اللي بينتهوا بالنون دول اللي هم الإبرينول والسبيرونولاكتون، دول الدوستيرون ريسبتور اجونست. انتوا فاكرين الرينين انجيوتنسين الدوستيرون؟ الدوستيرون ده بيمسك الصوديوم في الجسم. في اللي هو الراس سيستم لو تفتكروا، الرينين انجيوتنسين الدوستيرون، وليه انتي اندروجين اكتيفيتي، يعني يقلل التستوستيرون افكت. البوتاسيوم سبيرنج بتشتغل على الليت ديستال تيبيولز والكولكتنج تيبيول، وتستخدم في ريزيستنت هايبرتنشن اللي ما نزلش بالديوريتكس العادية، فبيدوله بوتاسيوم سبيرنج اللي هي السايزايدز يعني. والهارت فيلير والاسايتس طبعا، اللي هي اي تحويش ميه زياده. سبيرونولاكتون والفيروسيمايد باعتبارهم بوتاسيوم سبيرنج ممكن نستخدمهم في الاسايتس، في حالات فشل الليفر او الليفر سيروزس، تليف الكبد. ابرينون ده سيلكتيف الدوستيرون ريسبتور انتاجونست، يعني بيقفل الالدوستيرون ريسبتور، و آه، ملوش انتي اندروجين اكشن، عشان كده بيقلل التندنسي بتاع الجانيكوماستيا اللي بتحصل مع السبيرونولاكتون. في الغالب جانيكوماستيا اللي هي تضخم الثدي عند الرجال او التثدي نتيجة الانتي اندروجين افكت، او نتيجة زيادة الاندروجينز، نقص الانتي اندروجين افكت اقصد. سبيرونولاكتون في الانكل اديما من اشهر الانديكيشنز بتاعته. وزي ما قلنا بما انه بوتاسيوم سبيرنج، فممكن يعمل ديجوكسين توكسيستي لانه بيقلل خروجها، او بيقلل او بيزود الاكشن بتاعها. طبعا ان كومباينيشن مع الاس انهبيتورز يزود جدا البوتاسيوم في البلد، عشان زي ما احنا عارفين حبس الصوديوم يعني نزول البوتاسيوم والعكس. في اتنين حلوين كده من البوتاسيوم سبيرنج ما بيأثروش على الالدوستيرون ريسبتورز، وهما الاميلورايد والترا ميثيرين. دول بوتاسيوم سبيرنج ما لهمش الدوستيرون ريسبتورز، وزي ما احنا عارفين دايما بنحفظ الاكسبشنز لان هي دي اللي بتيجي في الاسئله. آه، البوتاسيوم سبيرنج كونترا انديكيتد في الحالات الكرياتينين كليرنس اقل من 30 ملي في الدقيقه، دي بتبقى الكلى حالتها تعبانه من مشاكله او الادفيرس ايفكتس بتاعته. الهايبركاليميا، طبعا الجانيكوماستيا زي ما قلنا، السكشوال ديسفانكشن، حاجات اللي ليها علاقه بالاستروجينز، unusual bleeding او bruising من severe adverse effects. بعد كده عندنا كلاس جديدة من الدايوريتكس بتشتغل على البروكسيمال تيوبيول، بروكسيمال تيوبيولز في الكدني، اللي هم كربونيك انهيدريز انهبيتورز، واشهرهم الاسيتازولامايد، واقل شهرة الدورزولامايد والبرينزولامايد. طبعا دول بيشتغلوا على البروكسيمال تيوبيول، وبنستخدمهم في حالات جلوكوما، ارتفاع ضغط العين، كابوليك الكالوزس، والالكالينيزيشن اوف يورين، حاجة اسمها mountain sickness.
طبعا اللي بتيجي لمتسلقين الجبال، لما بيطلعوا في ارتفاعات عالية قوي بيكون ضغط الدم بينزل نتيجة نقص الأكسجين، فممكن يستخدموا الكربونيك أنهيدريز انهبيتورز. فتلاقي دايما المتسلق الجبال مع الأسيتازولامايد عشان الحالة دي. من أشهر مشاكل الكربونيك أنهيدريز انهبيتورز هي الهايبو، وعد 3 حاجات: كالسيوم وبوتاسيوم وصوديوم. وطبعا لما تنزل البوتاسيوم وتنزل الصوديوم يزيد الايه، يزيد طبعا البروتون او الهيدروجين ايون، وبالتالي يعمل اسيدوزس. وعلى اللونج تيرم ممكن يعمل كيدني ستونز. طبعا احنا بنقول هو ممكن يعمل اسيدوزس عشان بينزل الصوديوم والبوتاسيوم، فبيحل محلها الاتش بلس يعني، فبالتالي استحالة يعمل الكالوزس اكيد. دي من اشهر الحاجات. اسيتازولامايد ممكن يستخدم كامرجنسي تريتمنت، طبعا بما انه امرجنسي فبيتاخد اي في في الكلوزد انجل جلوكوما. هناخد الفرق بينهم ان شاء الله لما نيجي للجلوكوما، الاوبن انجل والكلوزد انجل. الاسيتازولامايد آه، ما بيتاخدش مع الهكسامين هيبيوريت عشان ده بيعمل يورين الكالينيزيشن، يقلل شغل الهكسامين. طبعا نيد اسيدك ميديوم لان هو اسيدك، عارفين الاسيدك بيمتص في الاسيدك ميديوم والعكس. دايما بنتكلم عن الديجوكسين في الديوريتكس، فالديجوكسين والليثيوم عندهم دايما مشاكل مع الديوريتكس. اللوب والسايزار ديوريتكس بيزودوا التوكسيستي بتاع الديجوكسين نتيجة الهايبوكاليميا أو نقص البوتاسيوم زي ما قلنا كتير. واللوب والسايزار ديوريتكس ما بنستخدمهمش في حالات الجاوت أو الهايبروريسيميا لأنهم ممكن يزودوا اليوريك أسيد. سبيرونولاكتون زي ما قلنا، دي زي تجميعة كده يا جماعة. الدوستيرون أنتاجونست ليه أنتي أندروجين بروبرتيز، ممكن يعمل جينيكوماستيا. نسيتازولامايد كربونيك أنهيدريز إنهبيتور، دي برضو بتيجي ساعات في الام سي كيو ككلاسيفيكيشن يعني. لما نبدأ على الدايوريتكس بنبدأ بلو دوز وبعدين نزيد واحدة واحدة، اسمه دوز تايتريشن. فيروسيمايد ممكن يعمل نيفروتوكسيستي، ولازم نقيس معاه البوتاسيوم ليفل. الأدوية الدايوريتك اللي ممكن ناخدها في حالات السلف ألرجي زي ما قلنا هم حاجتين: إيثاكرينيك أسيد وسبيرونولاكتون. وقلنا إن السبيرونولاكتون ده الدوستيرون أنتاجونست. ممكن من استخداماته المشهورة الأسايتس أو الاستسقاء والأنكل إديما. زي ما قلنا ممكن يعمل الأسيتازولامايد ممكن يعمل هايبر كالسيوريا، يعني نزول الكالسيوم في اليورين. ممكن ينقص البوتاسيوم، ممكن يعمل زيادة في الصوديوم اكسكريشن، وبالتالي نزول الصوديوم يعني احتفاظ بالبروتون وميتابوليك أسيدوس. في معلومة مهمة قلناها قبل كده في الكدني إن النورمال جي اف ار أو الجلوميرال فلتريشن ريت هي 125 مللي كل دقيقة، وإن ال NSAIDs ممكن تانتاجونايز diuretic action. يبقى ال NSAIDs are contraindicated with diuretics. جريت تقريبا شوية. في سؤال بيجي دايما في الام سي كيو:
بيقول لك ايه هو ال least diuretic used in heart failure؟ ايه اقل diuretic استخدمه في حالات الهارت فيلير؟ طبعا هتقول له تختار ايه؟ المانيتول. المانيتول. الجدول ده جدول مهم. آه، هو باقي عندنا في الزوم ميتنج حوالي 8 او 7 دقايق. ف آه، هنركز على الجدول ده، حتى لو وصلنا وقفنا عنده مش مشكلة. المهم تكونوا عاوزينه كويس يعني. البيتا بلوكرز، طبعا البيتا ريسبتورز هم بيتا 1 وبيتا 2 ريسبتورز. وقلنا قبل كده ان البيتا 1 موجودين في الهارت، والبيتا 2 موجودين في البلاد فيسلز وفي اللانجز. وزمان كانت البيتا بلوكرز نون سيلكتيف، يعني كانت الناس بتاخد البيتا بلوكرز، آه، تاخد البيتا بلوكرز علشان مثلا تشتغل على الهارت، فتروح واخدة معاها اللانج بيتا اجونست ولا حاجة، يروح ايه يأثر على اللانج، طبعا يعمل سايد افكتس. ولكن الايه الاصدارات الاحدث من البيتا بلوكرز بقت مور سبيسيفيك او مور سيلكتيف. بقت مور سبيسيفيك او مور سيلكتيف. كل واحدة من دول ممكن تلاقيها في الامتحان ام سي كيو. اشهر نون سيلكتيف بيتا بلوكر هو البروبرانولول. البروبرانولول ده بيشتغل بغير تمييز، وده البيرنت بتاع الجروب ديت، البروبرانولول. هتلاقي ايه بعض الناس يقول لك انا قلبي بيدق جامد فخدت بروبرانولول عشان اهدي القلب شويه. طبعا البيتا بلوكرز يا جماعه من الادويه اللي ما ينفعش تاخدها اوكيجنالي، لازم تكون ماشي عليها، ولما تيجي تسحبها حتى من جسمك تتسحب بالتدريج. ما ينفعش فجاه مريض يقرر انه ياخد بيتا بلوكر او يقرر انه يوقف بيتا بلوكر بدون تدريج. ده خطر جدا، لانه بيكون حصل له حاجه اسمها داون ريجوليشن واب ريجوليشن اللي شرحناها في البدايه. ان انت في غياب الدواء، الريسبتورز بتزيد، وفي وجود الدواء الريسبتورز بتقل لانه بيعمل لهم بلوكينج. فلازم نخلي بالنا من الدوز تايتريشن ومن سحب الدواء او من الويزدرول. ولذلك تلاقي البيتا بلوكرز دايما فيها دوزز كتيرة، 2.5، 5، 10، 7.5، وهكذا. فالنون سيلكتيف بيتا بلوكرز زي البروبرانولول والتيمولول والنادولول والسوتالول، دول لازم تكون عارفهم كنون سيلكتيف بيتا بلوكرز: بروبرانولول ونادولول وسوتالول وتيمولول. ومن اشهر المجموعات برضو السلكتيف بيتا بلوكرز. سلكتيف هم مين؟ النبيفيلول والبيتاكسولول والاسمولول والاتينولول والميتوبرولول والبيزوبرولول. طبعا عشان تحفظ الحاجات دي المفروض تكررها او تخليها في ورقه معاك او كده. لكن لو انت سمعت الفيديو ده كذا مره هتثبت عندك. يعني دايما يا جماعه في موضوع حفظ الادويه ممكن تشغلوا الفيديو بتاعي كذا مره فيثبت عندك الحفظ. لما تسمع الفيديوز كذا مره انا بشرح لك كل الحاجات اللي ممكن تجي لك. اي حاجه ممكن تلاقيها هتلاقيها موجوده في الشرح بتاعي. فممكن تسمعها بقى وانت رايح الشغل، تجيب بقى سماعه كده وانت رايح شغلك تسمع مثلا محاضرات ال... السيتوكرومز مثلا اللي هي بتلخبط الناس او بتبقى صعب حفظها. فانت مع تكرار سماع المحاضرات هتلاقي ان انت خلاص حفظت مين الانديوسر ومين الانهبيتور ومين كذا ومين كذا، فالامور بالنسبه لك ان شاء الله تكون سهله. عندنا بيتا بلوكرز ليها intrinsic sympathomimetic activity، يعني بتشتغل على sympathetic nervous system زي
ال تشتغل عليه دايركت يعني، زي الاسيبيوتولول والبندولول والاوكس برينولول. وعندنا حاجات بقى ايه، ميكسد تشتغل على الالفا 1 والبيتا، زي اللابيتالول والكارفيديلول. بالنسبة للبيتا بلوكرز اللي ليها انترنسك باسوميماتيك اكتيفيتي، معلش انا رجعت لها تاني بس عشان اقول لك كده سريعا، آه، دي بتعمل ايه يعني. دي بتشتغل كبارشال اجونست، يعني ما تمسكش توتالي في البيتا ريسبتور، تعمل ستيميوليشن وتعمل بلوكينج في نفس الوقت، تشتغل شوية كده وشوية كده، تخيل. وهما الثلاثة دول بس، اللي هما البندولول والأوكسبرينول والأسيتيولول، السيبيوتولول. الميكسد ألفا وبيتا بلوكرز، اللابيتولول والكارفيديلول زي ما قلنا، والهيدروفيليك بيتا بلوكرز. طبعا من أشهر السايد إفكتس بتاعت البيتا بلوكرز إنها بتعمل باد دريمز أو نايت ميرز، فده مرتبط بدخولها للسي ان اس، وبالتالي لما تكون هايلي لايبوفيليك يبقى تعمل النايت ميرز. لكن لما تكون هيدروفيليك ما تخشش، ما تعديش البلاد برين بارير بسهولة، وبالتالي تبقى ليها lower side effects من ناحية الباد دريمز أو من ناحية النيرفس سيستم أصلا manifestations يعني. فطبعا دول مين؟ الأتينولول والنادولول والساتولول والإسمولول، دول الموست هيدروفيليك، وبالتالي دول ما بيعملوش الباد دريمز مع آه، مع الأدوية دي، ما يحصلش باد دريمز اون بيتا بلوكرز يعني. يبقى الهيدروفيليك بيتا بلوكرز دول مهمين، نادولول والساتولول والاسمولول والاتينولول، دول ما بيحصلش معاهم هذه المانيفستيشنز. وفي رينال امبيرمنت طبعا بيحتاجوا رينال دوز ادجستمنت، لان هم بيدوبوا في الميه، فيعملوا حمل على الكدني، بيدوبوا في الميه اكتر يعني، لو مور هيدروفيليك بروبرتي، فيعملوا حمل على الكدني. البيتا بلوكرز الاشهر في الهارت فيلير هم الايزوبرولول، كاربيديلول، والميتوبرولول ساكسينيت، النبيفيلول. مشاكلهم ممكن يعمل sexual impairment و depression، ويمنع الهايبوغلايسيميك symptoms. الهايبوغلايسيميك symptoms اللي بتحصل تنذر المريض انه ياكل حاجة مسكرة قبل ما يخش في كوما.